السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا إخواننا ثالث مرة حنتكلم على السافل المنحط، عديم المروءة، عديم المرجلة، تيمور. مش حنقول تامر، يا تمورة، يا نونو، يا تيمورة، يا حلو، يا دي اللي انت هتعمله ده، يا دي اللي هتقوله ده، يا واكل ابوك، يا واكل انت اتبدلت، يا واكل انت عايز تموت ولا ايه؟ ما بيعمل حسابك عاد الصعايدة مش هيسيبوك في الشارع، في البيت، في العربية. ليلة أبوك طين يا تامر، يا تامر أنا خلاص أفضيت لك، معيش غير الفيديوهات عليك، ومش حنرجع مهما كان، مش حنرجع. كل يوم يا تامر حنهزئ في ميتين أبوك، يا سافل، يا منحط. يا ده أنا تعودتش نقول الألفاظ دي، والله الناس عارفان إن أنا راجل مش هنغلط، بس خليتني نطلع عن شعوري. يا أخي ليه هتعمل فينا كده؟ يا أخي تعبتنا، يا أخي إحنا مش كده يا أخي. يا ده احنا هذا شو، يا ده هذا الرئيس، رئيس الجمهورية، الراجل المحترم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيقول أنا كان عندي صعايدة في الجيش أرجل ناس، كانوا معي الناس في الجيش الصعايدة دول أرجل الناس، تحط الواحد في أي مكان يسد. يا ده الكلام ده سمعتاش؟ يا ده سمعتش؟ يا ده احنا عندنا مين يا ده؟ يا ده احنا عندنا يا ده الأبنودي، وعندنا يا ده كل الناس يا ده والعقاد. يا ده عندنا العقاد احنا يا ده، عندنا شيخ الأزهر يا ده، شيخ الازهر ياد من وين ياد؟ ياد من الاقصر عندنا. يا واكل ابوك اتبدلت، ولا كنت واخد لك حبيتين؟ اكيد كنت ضارب انت وشارب برشام، او واخد السكروكس اللي هيقولوا عليه ده، او شديد لك كله تحت كبر العبود. يا تيمور، يا تمارة، هنهزك برضه كل يوم، هنهزك. عارف يا ده ده برسيم. عارف البرسيم ده ياكل الحيوان، الحمار. عارف البرسيم ده احسن منك. البرسيم ده خساره بتاكل انت، عشان انت حيوان برضه، والحيوان احسن منك. على الاقل الحيوان مش هيغلط فيها سياده. يا ده احنا سياد البلاد يود، يود، احنا سياد البلاد. يا واكل ابوك، يا واكل ابوك، جيتنا من وين؟ الله يخرب بيت اللي جابك. حتموت، حتموت، ان ما متش حتموت بالكلام والتهزيء. خلاص بيت ابوك اتخرب، اللي جاء الصعايده ما فيهش فايده. تمام؟ وبعد ده انت ايه؟ انتهيت. دور لك على قناه اعملها، اعمل لك قناه على اليوتيوب، عشان خلاص ما فيش ولا قناه هتشغلك، عشان اي قناه راح تشغلك يا تامر يا امين الصعايده مقاطعينها. وانا تعبت من الكلام، الله يخرب بيتك وبيت ابوك. ايه يا تامر امين، انت على فكره فتحت النار على نفسك برضه، زي ما يقول عم شوقي، فتحت النار صح، واحنا مش هنسامحوك، واعتذارك مليش عازه عندنا. احنا الصعايده ياض رجاله ياض، يا ده احنا الصعايده عمد البلاد، احنا الصعايده عمد البلاد يا تامر. وكل يوم حنعملوا عليك فيديو، وكل يوم حنوبخوك يا سافل يا منحط. احنا اقل واحد عندنا في الصعيد جزمته باللي زيك واللي مشغلك. ايه ياض؟ ياض انت مين قال لك قول الكلام ده على الصعيد ياض؟ ياض انت حطيت ايدك في النار ومش هترجع تاني. على فكره كل يوم حنعمل فيديو تهزيء عليك، يا ده بتاع الرقصات يا، يا ده انت خليت يا ولا جنب ولا بار ولا نايت ما رحت. يا ده نسيت سعد الصغير اللي مسح بكرامتك الارض يا تامر، نسيته؟ وتقول جزمة السعادة فوق راسي. احنا لو جيت حبيت على جزمة كل واحد صعيدي برضو مش مسامحينك، عشان انت جبت لنفسك. وعلى فكرة انا اللي هنكلمك كل يوم وكل ساعة، هنقول تامر امين ده خرنق، خرنق. انت عارف احنا عيالنا لما تولد العيل هينزل بكرامة وعزة، وانت عيالكم او بعض من عيالكم عشان ما ابقاش زيك انا وخبط في الناس هترموها في الملاجئ
وهتودوها دار الايتام. احنا العيل هيربيه ابوه، اللي ما يربيش ابوه يربيه عمه لو ابوه مات، او يتربى مع جدته. وبليه يا اخي، انت هتستعار من بليه؟ هو بليه ده عشان ياكلها بعرق جبينه؟ مش احسن من اللي اشده كله عندك تحت الكباريات؟ يا دي انت جبتش ليه سيره الكليات والاستروكس اللي هتشربوه عندكم يا تجيبش ليه سيره الرقصات اللي عندكم احنا بنات الصعايده عندهم كرامه يا ده احنا بلد الكرامه، يا ده احنا لولا الصعيد ما كانش اللي زيك انت عايش دلوقتي تقول لنا سبايا الصعايده؟ ده احنا متبرين منك ومن نسبك. وايه رايك مرت اخوك دي اللي عندك حنطلقوها من اخوك عشان ترتاح؟ تسافل يا منحط، واطلع كل يوم واعمل اعتذار. انا نقول لك شرطنا الوحيد ان انت تبوس على كل جزمه واحد صعيدي يا تامر امين، كل جزمه واحد صعيدي. وانا ماليش دعوه انا حنقول نواب ولا نقول اي حد، لا، الموضوع احنا اللي حنبطلوك واحنا اللي حنشغلوك. زي ما احنا عملناك اعلامي كبير وتمام وليك وضعك، حنخلوك في قاع المستنقع. وانا مش حنقول اكتر من كده، وانا اسف يا اخواننا على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.